قلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يشارك نحو 18 مليون روماني في استفتاء على إقالة الرئيس ترايان باسيسكو، لكن نتائج هذا الاستفتاء تظل رهنا بسؤال رئيسي: هل سيتوجه الرومانيون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع؟ فنسبة المشاركة تشكل محورا أساسيا في هذه القضية، إذ أن نتيجة الاستفتاء مرهونة بإدلاء أكثر من 50% من الناخبين المسجلين بأصواتهم. جئت هنا لكي أصوت لأنه حقي وأيضا واجبي كمواطن، والنتيجة سوف تقررها مراكز الاقتراع. كان حزب الاتحاد الاجتماعي الليبرالي اليساري الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء فيكتور بونتا قد أوقف باسيسكو عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن الرئيس اليميني جاوز حدود صلاحيته. من جانبه اتهم باسيسكو الحزب الحاكم بمحاولة تدبير انقلاب والسيطرة على المؤسسات المستقلة، مؤكدا أن حملة بونتا للإطاحة به ربما يكون لها صلة بسلسلة تحقيقات مع رئيس الوزراء متعلقة بالفساد. المعارضة دعت إلى مقاطعة الاستفتاء في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات للرأي أن نحو 65% يريدون عزل باسيسكو من منصبه. إذا سقط باسيسكو سوف تهدأ الأمور، لأن الأمور سوف تتغير مع هذه الحكومة وحتى مع الرئيس المؤقت، فهم شباب مخلصون للشعب الروماني، وهذا ما نحتاج إليه الآن. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على عزل باسيسكو من منصبه، ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 3 أشهر، وسيبقى كرين أنتونيشكو الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الاجتماعي الليبرالي رئيسا مؤقتا للبلاد إلى أن تجرى الانتخابات في نوفمبر المقبل. أما في حال لم تبلغ المشاركة النسبة المطلوبة، وهو ما يتوقعه المحللون، فسيكمل باسيسكو ولايته حتى عام 2014 رغم التعايش الصعب مع الاتحاد الاشتراكي الليبرالي الحاكم. دينا حشمة، النيل.